أنا بتحمل كل المسؤولية عما تم في 30 يونيو، وأعلم أنه الاعتراف هو سيد الأدلة. وكنت أتابع محاولات هيئة الاتهام لإثبات هذه التهمة، فيديوهات وشهود اتهام، وأنا بسمع وبستمتع. لكن عايز اثبت حقيقه يا مولانا، انه كل اخواننا اعضاء مجلس الثوره الموجودين هنا في هذه القاعه ما كان عندهم اي دور في التخطيط او التنفيذ، وانما تم اختيار كوكبه من خيره ضباط القوات المسلحه عشان يمثلوا وحدات وتمثيل بعض الجهات. ما كان عندهم دور لا في التخطيط ولا في التنفيذ. ولا التنفيذ، وإنما تم اختيارهم بعد ذاك لأنه هم كوكبة من خيرة ضباط القوات المسلحة، تمثيل لوحداتهم وتمثيل لبعض الجهات. وأكد أيضا أنه ما في أي مدني دخل معانا، عمل عسكري بحت، وما كنا محتاجين لمدنيين عشان يساعدونا. مدنيين ما عندنا أي مدني يتشارك معانا لا في تخطيط لا في تنفيذ. لكن احنا ما كان واحدة من برامجنا أنه ننفرد بالسلطة، لأنه برضو نحن محتاجين لخبرات وكفاءات عشان ما تدير البلد في الظروف الصعبة دي. عشان كده كان برنامجنا هو أنه نفتح حوار مع كل القوى السياسية. عشان كده احنا كان عندنا توجيه صارم جدا للضباط المسؤولين من الاعتقالات انه ما يسيئوا لاي واحد من القيادات اللي حنعتقلها. والاعتقال كان عنده هدف واحد، هي مسألة تأمينية في بداية التحرك.